سيد ميلز، ذكرت اتفاقات أبراهام، هل لمست انفتاح لدى الشرع في التطبيع مع إسرائيل؟ أعتقد أن الشرع أظهر أنه مستعد للعمل مع إسرائيل عبر الحقول دون نقل الحشد الشعبي لأسلحة عبر سوريا، وأراد حسب ما قال لي أنه يريد علاقات مع كل الدول المجاورة مع سوريا لحفظ الاستقرار وفتح الحوار مع الدول المجاورة. لذلك وأظهر جهوزية، أظهر رغبة، أظهر شراكة وفيها دعم، ومن الصعب أن نقوم بذلك حينما تكون مقيدا بالعقوبات، ومن الصعب تحديث هذه الأمور سواء عبر الحدود أو زيادة قدرات البلديات إلى آخره. لذلك حتى استعمال المرافق بالحديث عن قدرات التجارية عبر تكنولوجيات سلاسل الإمداد، كل هذه الأمور لتشمل منصات التكنولوجيا مهمة.